عمرك اختلفت مع حد وفجأة الموضوع ده قلب بخناقة؟ بتحصل صح؟ أكيد. أكيد في مرة بتتكلم مع واحد صاحبك وبتتناقشوا في أي موضوع وحصلت ما بينكم خناقة أو اختلفتوا أو صوتكم عالي على بعض بسبب آراء حاجة كبيرة تستاهل إن أنتوا تتخانقوا مع بعض. الاختلاف في الرأي لا يفسد الود قضية. كلنا بنتكلم في آرائنا وكلنا كلنا بنقول وجهات نظرنا أو كلنا بنحكم على أي حاجة أو بنقول رأينا طبقا لتجاربنا أو طبقا لثقافاتنا أو طبقا لمعتقداتنا طبقا لحاجات كتيرة جدا، بس مش من أنا بقول رأيي إن أنا أختلف معاك. لو رأيي مش مناسب معاك فاحنا كده نختلف، لو رأيي مناسب معاك فاحنا كده حبايب. الموضوع أبسط من كده بكتير، الموضوع مش مستاهل. انت ممكن تقول رأيك وانا اقول رأيي، اختلفنا اتفقنا عادي، احنا حبايب في الاخر. لكن الموضوع ما يستاهلش ان احنا نتخانق، او الموضوع ما يستاهلش خاصم عشان خاطر آراء. الموضوع بسيط. لكن للأسف احنا بقينا نشوف الاختلاف في الرأي كأنه يعني زي قانون. يعني لو انا اختلفت معاك فانت كده عدوي، انت كده مش صاحبي. وده الموضوع ده مش مستاهل. احنا كلنا بنتكلم عن تجارب، حاجات حياتيه، حاجات بنمر بيها من تجربه عدى بيها قبل كده. انت بتسالني عن رايي، فمش لازم رايي ده يكون ماشي مع نفس الفكر بتاعك او ماشي مع نفس طريقه التفكير بتاعتك. احنا الموضوع كله مجرد نقاش. كتير بيبقى عندي وجهة نظر او عندي رأي او عندي حاجة عايز اقولها، بس بحاول يعني ان انا اتجنب ان انا ادخل في جدال او ادخل في نقاش مع بعض. وفكرت ان انا اعمل شكليات هنا عشان ان انا اتكلم فيها او اقول رأيي في اي حاجة عامة بعيدا عن الكورة. لو انت عايز تتابع الكورة فانت عندك قناة الشوط التاني ممكن تتابع فيها الكورة. لكن احنا هنا في شكليات هنتكلم عامة عن التجارب الحياتية أو الآراء بشكل عام، وجهة نظر في المطلق وليست قوانين وليست حاجة. أكيد وأنت بتشوفني في الفيديو ده أكيد أنت مريت بتجربة أو مريت بحاجة أو مريت بخناقة مع حد عشان خاطر اختلاف في الرأي. لو أنت مريت بده قبل كده ممكن تقولي رأيك في الكومنتات، وأشوفك في الفيديو اللي جاي. سلام.